اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. الأيام دي يا بنات موسم الزيتون، كلنا لازم نخلي الزيتون اهو بالشكل الحلو. غالي شوية بس يلا. ادي الزيتون غسلناه ونقضناه، شلنا الوحشة اللي فيه مش حلوة، وهنشرخه شرختين. براحتك، شرخة شرختين، بس انا احب اعمله اتنين عشان يصفي كل المرارة اللي فيه. الزيتون ده يا بنات العزيزي مش التفاحي. اهو بالشكل الحلو ده كده الاحمر. ده الكيلو ب60 جنيه، انما اللي هو الاخضر الكيلو ب80 جنيه و90 جنيه. اهو بالشكل ده شرخناه بالشكل ده، فتحناه كله اتفتح. واهو زي ما حضراتكم شايفين كده انزلنا بالملح اهو. والله يا بنات تجربوا الطريقة دي مش هتندموا ابدا. هنقلب كويس خالص في الملح اهو، غلفيه بالملح كويس اهو بالشكل ده يا بنات اهو. مفيش اروع من كده. يلا هاتي بص، حتى لو هدا كيلو اللي انا جايبه ده كيلو عشان عندي برطمان صغير قلت اعمله، وان شاء الله اجيب كيلو تاني اخضر اهو. وهننزل بمصفى زي ما حضراتكم شايفين كده. والمصفى حاطين على تحتيها حله علشان تنقط اللي هي المرار بتاع الزيتون. غلفناه بكيس زي ما حضراتكم شايفين كده، ونزلنا عليه، حطيت عليه ازازتين ميه كبار. شايفين؟ تاني يوم تالت، يعني معايا يومين 3 ايام. والمرار اللي منزله قد ايه. وهنشطفه الاول بميه ساقعه بالشكل الحلو ده، شطفه حلوه. وبعدين هننزل بيه بميه سخنه علشان الكرمشه اللي فيه دي تفك، يتفرد ويبقى حلو. شايفين بعد ما اتحط في الميه السخنه اتفرد ازاي وفكه بقى جميل؟ شايفين الجمال اهو زي ما حضراتكم شايفين. وادينا خللنا حطينا هنا الملح. ده ملح خشن يا بنات، على حسب الكمية اللي عندك. حط الملح على حسب الكمية اللي عندك، لما تخليه حادق شوية يكون أحسن. وادي المية نظيفة مفلترة زي ما حضرتك عايزة تغليها غليها، عايز تكون عندك فلتر ونظيفة برضو اعمليها بالشكل ده الحلو يا بنات. يا ريت تجربوا طريقتي مش هتندموا ابدا. وهندوب الملح كويس خالص. وعاملين، انا عامله مج كبير قوي، ده كيلو الا ربع ليمون، الليمونيه قد كده زي البرتقال عملته. ونزلت بيها في البطرمان الاول بالشكل الحلو ده يا بنات. ما حطيتش خل علشان الخل بيهري الاحمر ده بالزيت. كفايه الليمون عندي كبير لان المج اللي انا عاملاه كبير قوي. وهنا معلقتين هريسه الشطه، وفيها كمون، وفيها توم، وفيها ليمون برضه. وهنرص القشر زي ما حضراتكم شايفين كده اللي احنا عاملينه بالشكل ده. وهننزل بالميه بتاعتنا بالشكل الحلو ده كده الجميله. وهنا كده كده بنحط توم، بس ده هريسه الشطه فيها ريحه التوم خلاص. ونقلبه بالشكل الحلو ده يا بنات كده. وننزل بالزيت، وهتاكلوا احلى زيتون بعون الله ان شاء الله. لو انت هتجيبوا الاحمر جربوا طريقتي مش هتندموا ابدا. لو عجبكم الفيديو يا ريت تحطوا لي لايك وشير واشتراك في القناه. ودمتم في رعايه الله.